كده قفلنا الجهاز ما شاء الله. صورة تمام، صوت تمام. الله يبارك ويرزقنا ان احنا نحل اي اعطال موجودة سواء شاشات او تلفزيون او خلافه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعقب بقى ما شاء الله. الحديث بيقول ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جاي لكم النهارده فضل في التوشيبا كالعادة في عيب فيرت توشيبا، وموديل الجهاز قدامنا اهو ببيانه عشان ما تتوهش بعيد، لان موديلات توشيبا كتير وكلها شبه بعض. ودي البوردة بتاعتنا اهي، بتاعت الموديل اللي انا شغال عليه. طبعا انا كده خلصت ايه الوقت اللي في البوردة وعملته. هنشرح مع بعض بالراحه كده ايه المشكله اللي كانت معانا. الجهاز ده كان جاي كاتم باور، ما بياخدش باور خالص، واللمبه ايه بتاع الاضاءه بتاع الباور مفيش، كانك مش موجود، وقاطع الفيوز بتاع الامان اللي قدام، الفيوز بتاع الكهرباء قاطع. فكيت البورده، ركبت فيوز تاني، قامت بتحميل على السريع، لقيت ايسيل فيرت دي ضربه، مكثف ده بايظ، مكثف المية اللي جوه ده عطلان، في كمان مكثف صغير ايه اتغير في الطريق. بعد ما ده كله غيرته، المفروض بقى ان التلفزيون معروف ان انا كده هغير واقفل واقول له اشتغل يا عم الجهاز يشتغل. فجئت ان الجهاز طلع معايا بعيب فيرت، هوريلك حالا، خليك معايا. دلوقتي انا هشغل الجهاز واديله باور من الريموت ونشوف هيقول لي ايه. نشغل الجهاز الاول، تحميل السيريا تنزل، اديله باور واشوف الصورة هتطلع عاملة ازاي. الصورة عاملة لي مراية من تحت، خطوط من فوق، ناقصة فوق وتحت زي ما انت شايف كده. قال لا، طب كثف المية بتاع البورد بتاع الفيرت انا غيرته، كثف المية التاني اللي بعد منه غيرته، الاي سي المكثف بتاع الكهرباء غيرته، المكثفات اللي بره بتاع الاشاره اللي جنب الاصلي بتاع الميكرو والكلام ده كله غيرته. امال يا عم قابل العيب ده؟ هنستنى شويه واسيب الجهاز شغال 5 دقايق وارجع لك تاني اوريك الصوره بعد 5 دقايق. طبعا معروف في التوشيبا المجموعه اللي ماسكه الفيرت وكلها واخده سي 300، يعني لو جينا هنا اسيب فيرت اهي، هتبص على المكثفات اللي حواليها اغلبها هتلاقي سي 300. يعني دي كاميرا، كل رموزها 300 هنا برضو، فاصبح ان انت لما بتيجي تشتغل في المكنه دي اغلبيه شغلك على المكثفات اللي هي سي 300. سي 300 برضو اهو، ده كله يخص الفيرت. فالعم ايه المشكله؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كان بسأل واحد زميلي في بث معين ومعانا ضيف موجود بتاع الكتاب، بيقول لك اضربه بالشبشب 7 مرات يشتغل. فقلت له شكرا ليك، وجهة نظر. طبعا هو بيتريق ولا كله الاحترام، اللي بيشتغل حاجات علميه مش حاجات بالشبشب، الشبشب ده يخلي حاجه تانية. المهم ان الجهاز انا سايبه شغال واحنا بنتكلم اهو، ابص على الشاشه الاقي الشاشه بتكمل اهيت، المرايه راحت، الحته اللي فوق قلت، لكن هيفضل يفرد لحد ما يبقى باقي تحت 2.5 أو 3 سنتي. قال لا، طب ما انا مغير المكثفات كلها. ايه اللي حصل؟ هقول لك يا سيدي اللي حصل حالا، خليك معايا. نرجع تاني للغز الكبير. طبعا ده انا غيرت الحاجات دي كلها، اشارات مش عارف ايه، ودخل مكثفات نظيفه شمال يمين، مفيش، كله يافت لحد ما لقيت المكثف ده في 161. قال لا، في 161. طبعا اتفقنا ان الفيرت كله ماسك 300، المكثف ده على الاشاره بتاع الاسلاك الكبيره نفسها، واللي يجي لك اكتر ان هو 47 من 100 على 50 فولت. ده حتى ما جابش 1 ميكرو. جربت عليه 2.2 من 10
يطلع وينزل تاني كبير قوي عليه. فانا تنيت ادور لحد ما لقيت عندي واحد مستعمل تاني نفس القيمة اللي احنا عايزينها اهو، مع ان رقمه مش رقم الدايرة خالص. هركبه وشوف النتيجة بعدها. ركبت المكثف ده، انا جابه مستعمل من بوردة تانية 47%. ادي البلصة للجهاز، شوف الجهاز هيطلع عامل ايه. الاول طلع بسم الله، نقول له بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز فرد، المراية راحت، والخطوط اللي فوق راحت، والدنيا ظبطت. باله عايز يغمق شوية كمان وظبط دنيته. فأصبح إذا إن الأوزع اللي لا يذكر ده هو اللي عمل المشكلة. وفعلا اتقي شر إيه؟ كرل قصير مكير. يا رب ينجلكم وعطال تانية أحلى من كده وأخف من كده ونفيدكم بإذن الله. لو استفدت من الفيديو لايك وشير، دعمك ليا في القناة واشتراك ما تستخسرش. ولو في أي استفسار أنا تحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.